السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله فيديو بسيط وسهل جدا هنغير فيه موتور مياه المساحات اللي بيخرج المياه على الزجاج، وهنعرف كمان طريقة إصلاحه في حالة عطله، وهل في أسباب أخرى ممكن تخلي مياه المساحات ما تخرجش على الزجاج وفي نفس الوقت الموتور يكون سليم. وكمان هنغير مساحات الزجاج نفسها، ودي حاجة تقدر تعملها بنفسك بمنتهى السهولة، لدرجة إننا مش هنستخدم مفتاح أو مفك ومش هنفك مسمار حتى. فتابع معنا الفيديو للآخر بإذن الله تستفيد. بس في البداية لو أنت مهتم بعالم السيارات فإن شاء الله تشترك معنا في القناة، لأنك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات من إصلاح وصيانات موجودة في القناة، ولايك للفيديو لو عجبك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ الأول نجرب موتور المية مع المساحات اللي موجودين عندي في السيارة حاليا علشان نعرف حالتهم وأعراض تلفهم. زي ما احنا شايفين كده وسامعين، المساحات بدأت تعمل احتكاك بصوت عالي وما بقتش بتمسح بشكل سليم، وترمبة المية صوتها اختلف عن الطبيعي، والمية اللي خارجة منه بقت ضعيفة جدا، وبكده وظيفتهم مش بتتم بشكل طبيعي، وبالتالي ده هيأثر معاك في وجود أمطار أو في ظروف الطقس السيئة. هنبدأ الأول بموتور المية. شكله بيبقى زي ده كده أو مختلف عنه نسبيا، مش لازم يكون نفس الشكل بالظبط، ولكن كلهم بيأدوا نفس الوظيفة. بيكون متثبت على التجويف اللي في قربة المية بالشكل اللي قدامنا ده كده. القربة اللي فيها المية مكانها بيختلف نسبيا من سيارة الأخرى، مش لازم بالضرورة تكون في نفس المكان اللي موجود عندي كده. الجنب اللي من فوق للموتور متركب عليه فيشة الكهرباء، والجنب اللي من تحت متركب في القربة نفسها علشان يسحب المية من القربة ويمررها من خلال الخرطوم ده علشان المية تخرج على الزجاج من فتحات المية اللي موجودة في كبوت السيارة. هنبدأ نفك الفيشة الأول، وبعد كده هنسحبه من التجويف بتاعه وهنخرجه من القربة. المية اللي في القربة هتبدأ تنزل، نسيبها تنزل عادي، وبعد ما نخلص نملاها. عايز أقول لكم إن الموتور ده عطل معايا حوالي 5 مرات، وكنت كل مرة بصلحه لحد ما خلاص جاب آخره معايا، والكلام ده عملناه في فيديو سابق قبل كده، بس برضه هناخد عنه فكرة. بنحاول نفك الكفر البلاستيك اللي عليه ده، وبتخرج الموتور من مكانه. الموتور بيلف العمود ده علشان يسحب الماء من القربة. مع الوقت والاستخدام بيبدأ يتكون عليه طبقة صدى وبتعطل حركته. كل اللي هتعمله انك هتجيب صنفرة وهتبدأ تنظف وتشيل الصدى اللي موجود عليه. ولو عندك WD أو أي مزيل صدى، وممكن تحط شحمة أو شوية زيت محرك، هتحطه عليه كده بالشكل ده، وهتحركه علشان تسهل عملية الدوران للموتور ويشتغل معاك بسهولة. وبعد كده بتجمعه تاني وبترجع تركبه تاني في القربة، وكل ما يعطل معاك هتعمل معاه كده لحد ما يجيب آخره. طيب احنا هنا هنبدله بواحد جديد، فهنفك الخرطوم ده منه وهنجيب الجديد. الجوان ده بيكون جاي معاه، هتفك الجوان القديم من القربة وهتركب الجوان الجديد، وده علشان يمنع تسريب المية، فتخلي بالنا منه. هنبدأ نركبه في القربة وهنضغط عليه للآخر ونتأكد انه متثبت في التجويف بتاعه وانه راكب للآخر علشان ما يسربش معاك مية. وهنركب الخرطوم ونركب الفيشة، وبعد كده هنحط مية في القربة، وبكده احنا خلصنا ترمبة المية وهنجربها. بس في الأول هنغير مساحات الزجاج، وفي الآخر هنجرب الاتنين مع بعض. بس في ملحوظة عايز أقولها علشان ما انساهاش. أول ما تلاحظ إن مية المساحات مش بتشتغل معاك، أول حاجة تعملها قبل ما تفكر إنك تفحص ترمبة المية، في الأول اتأكد إن القربة فيها مية كافية وما تكونش ناقصة. الحاجة التانية والمهمة، الفتحات اللي المية بتخرج منها ممكن تكون مسدودة بسبب الأتربة، فأنت هتجيب أي إبرة وهتبدأ تسلك الفتحات دي كويس، لأن أحيانا بتكون هي السبب في عدم خروج المية. وبعد ما تعمل كده ولقيت المية ما اشتغلتش معاك، يبقى تفحص ترمبة المية في الآخر. هنبدأ نركب مساحات الزجاج. مساحات الزجاج عبارة عن جزئين زي ما احنا شايفين كده. الجزء ده اسمه الريشة،
الجزء ده كده. الجزء اللي تحت ده اسمه الدراع. الدراع ده تقريبا مش بيبوظ، الريشة دي هي اللي بتتلف وبتبوظ مع الشمس والاستخدام، وبمرور الوقت بيبدأ الجلد أو الكاوتش بتاعها ينشف ويحصل له تآكل، وبالتالي مش هيقضي وظيفته بشكل سليم. وهنا العمر الافتراضي بيفرق حسب جودة المساحات. في أنواع كتيرة للمساحات بأسعار مختلفة، فكل ما جودتها تبقى كويسة هتقعد معاك فترة أطول. وطبعا علشان أسعار قطع الغيار بقت غالية جدا، فمش لازم تشتري حاجة غالية، ممكن تشتري حاجة متواضعة وتغيرها مع كل موسم لفصل الشتاء، أو لاحظت إنها بدأت تنشف معاك يبقى اشتري واحدة غيرها، وكلهم هيأدوا نفس الغرض. هنبدأ نفك الريشة القديمة. الريشة أو المساحات دي بتبقى متثبتة في الدراع اللي تحت عن طريق الكليبس أو المشبك ده، وهو ده اللي هيتفك. المشبك بتاع المساحة القديمة شكله مختلف عن بتاع المساحة الجديدة اللي أنا شاريها، ولكن الاتنين نفس الفكرة وبيركبوا عادي زي ما هنشوف دلوقتي. أنا بقول لك كده علشان لو اشتريت مساحة جديدة ولقيت المشبك أو الكليبس بتاعها مختلف عن القديم، فما تقلقش، هتركب عادي وهتشتغل معاك. المهم إنك تفهم فكرة فكها وتركيبها، وبمجرد النظر هتعرف تتعامل مع أي نوع هتشتريه. هنبدأ نفك الريشة القديمة. هنفك المشبك أو الكليبس، وهنبدأ نحرره من المكان اللي متركب فيه، وهنسحب لفوق، هتخرج معانا الريشة بسهولة. هنبدأ نركب الريشة الجديدة، وزي ما وضحنا المشبك بتاعها مختلف عن اللي فكيناه، ولكن نفس الفكرة. الفكرة كلها في المشبك ده. المشبك ده بيكون ليه مجرى أو تجويف. التجويف ده هو اللي بيتركب في الحديدة بتاعت الدراع دي، هي دي اللي بيتركب فيها المشبك. هنبدأ نمررها بالشكل ده كده، وبعد كده هنمسك المشبك وهنبيته في التجويف بتاع الحديدة، وهنرفعه للآخر لحد ما نسمع صوت تكة أو نتأكد إنه متركب وثابت في مكانه. هنفكها ونركبها تاني علشان الفكرة توصل. هنحرر الكليبس من التجويف بتاعه، وهنسحب الريشة لفوق، هتخرج معانا بسهولة. هنركبها تاني بنفس الطريقة. هنمرر الريشة في الدراع، وهنبيت المشبك في التجويف أو المجرى بتاعه لحد الآخر. أي مساحة هتشتريها بمجرد النظر ليها هتلاقيها نفس الفكرة وهتعرف تتعامل معاها. هنبدأ حاليا نجرب موتور المية مع مساحات الزجاج. طبعا الفرق واضح وأداؤه مختلف جدا. لو انت مبتدئ في عالم السيارات، هسيب لك في أول تعليق وفي صندوق الوصف وفي أعلى الشاشة قائمة فيديوهات مهمة جدا اتفرج عليها بإذن الله تستفيد منها. أتمنى أكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.